أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أنه تقرر إعطاء المخالفين لنظام العمل والإقامة مهلة 90 يوما للمغادرة. وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقد هذا اليوم أن هناك 19 جهة حكومية تنفذ الحملة على المخالفين. اللواء التركي أكد أن مجهولي الهوية ومخالفي تعليمات الحج يلزمهم مراجعة أقرب إدارة للوافدين لاستكمال إجراءاتهم. وأشار متحدث الداخلية إلى أن الحملة التي انطلقت قبل 3 سنوات نتج عنها مغادرة أكثر من 2.5 مليون مخالف لأراضي المملكة. وناشد اللواء التركي المواطنين والمقيمين بعدم تشغيل أي مخالف للأنظمة أو التستر عليه، موضحا أنه للإبلاغ على المخالفين على المواطنين والمقيمين. الاتصال على الرقم 999. إذن هذا كان ما ورد في المؤتمر الصحفي الذي عقد عصر اليوم وعقده اللواء منصور التركي المتحدث باسم وزارة الداخلية. تحدث عن هذه الحملة بمشاركة 17 جهة حكومية لمواجهة المخالفين لأنظمة الإقامة في المملكة، جهود تشكر عليها وزارة الداخلية. نتحدث ونتذكر كذلك ما ذكره من الشورى، يمكن في عندنا 5 مليون مخالف للإقامة لدينا، وبالتالي جاءت الاستجابة سريعة من وزارة الداخلية لكي يصحح كل مخالف وضعه خلال 90 يوما أو سيواجه العقاب والجزاء وكذلك النفي من المملكة وعدم العودة لها مرة أخرى. فاصل قصير وبعد الفاصل نرجع لكم ونبدأ أولى قضايانا لهذا المساء ما بين الرقية والطب النفسي. قصة جدال استمرت طويلا، إلى متى؟